شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة الثانية لأن أكون بخدمتكم إن شاء الله بمادة تمارين الصوت وصحة الصوت وصحة الحنجرة وغير ذلك من الأمور. ذكرنا في الموضوع الماضي والمحاضرة الماضية هو الأمور اللي نتجنبها بالأكل والشرب وغير ذلك، بس صرت أنا مثل صاحب هذا المثل أنه قال لا إله قال كفر، فما كملنا الموضوع باعتبار كانت عجالة والعشر دقائق اليوم سمحنا عذر من الشيخ شوي ناخذ أكثر من 10 دقائق من الوقت فنكمل الموضوع. هذني المأكولات اللي والمشروبات اللي أخذناها حقل التجنب هذه مو بالضرورة أنه أقضى عليها نهائيا وما أستعملها نهائيا. أنا ما قلت هيك بالضبط تحديدا، ردت أوصل النتيجة بس ما لحقت الوقت داهمني. هذني أكو بين أمور مفيدة للجسم يعني ما أقدر أتجنبها نهائيا، مثل الحمضيات، بس الحمضيات بالمستقبل البعيد مضرة على الأوتار الصوتية اللي للقارئ، للخطيب، للأستاذ اللي على دوام باستعمال أوتار الصوتية بالمدى البعيد يضرنا، باعتبار هذه مادة الحموضة راح تأثر بالمدى البعيد على الأوتار الصوتية وتسبب التهابات بالأوتار الصوتية. هذا واحد. اثنين، أكو أمور مهيجة لغشاء المعدة، الغشاء اللي تتكون من عند المعدة الملامس مع الحوامض وملامس للأطعمة. هذا الغشاء إذا تهيج يصير نسبة الحموضة بالمعدة أكثر من المطلوب. مثلا إذا أنا آكل طرشي ومثلا أكلة مثلا بها حوامض أدور وراها مثلا برتقال أو نوم حامض أعصر شوية وأشرب، وهو المعدة قاعد تذب أنزيمات حوامض على الطعام لأجل الهضمة إذا كان ببروتينات وغير ذلك، يعني حوامض أكثر من اللازم، راح تصير عندنا خليط من حوامض، وهذا الحوامض المعدة راح بعد ما تتحمل هذه الحوامض مما يؤدي إلى اضطراب المعدة ومما يؤدي إلى التلف بالفتحة الفؤادية. الفتحة الفؤادية إذا كان بها أي مشكلة راح يرجع عندنا هذا الحامض إلى المريء، وإذا رجع للمريء راح المريء يصير عنده ردة فعل ويصير يصعد عندنا الأسيد يسحوله. هذا الحامض اسمه الأسيد علميا، هذا يصعد الأسيد، بس يصعد الأسيد تيزاب ينزل على الأوتار الصوتية بالمصطلح. يعني احنا نكون نحافظ الحوامض المعدة ما تطلع من الفتحة الفؤادية بأي وقت، سواء بالظهر بالعصر بوقت المنام، وبالدرجة الأولى بالمنام بالدرجة الأولى. احنا إن شاء الله ناخذها بالصفحة الثانية. أثناء المنام الأسيد راح يصعد عن المريء، ولو هيك ذرات من الأسيد تصعد وتروح وين راح تتمركز؟ راح تتمركز على منطقة الحنجرة. من توصل هناك راح تسوي عندنا التهابات. أنا شايفها حنجرتي مسوي لي ناظور، وشفت رواني الالتهابات، تقرحات صايرة على منطقة غشاء الحنجرة. هذه التقرحات راح تلم بكتيريا وتلم منا مشاكل بهذه المنطقة، مما يؤدي إلى رداءة الصوت، ويصير عندي خربطة، يصير شحرجة، يصير عندي بحة، يصير عندي أشكال من التبعات لغير ذلك. المهم يعني ذني المثلجات شوية مضرة باعتبار برودة راح يؤدي إلى التهاب الحنجرة. عندنا العصائر الجاهزة، هذه العصائر جاهزة نهائيا لا تستعملها رجاء. هذا كله حامض الستريك سكرين مصنع، يعني العفو، الحامض الستريك حوامض مصنعة، وعندنا سكرين بسكر مصنع، مو سكر أصلا ما له علاقة بالشكر، يعني شكر النبات، يعني هذا النبات سكر، يعني هذا السكرين مادة كيميائية حلوة. هذا كله يهيج المعدة، بالتالي راح يصير عندنا اضطراب بالمعدة، وبالتالي راح يتضرر الصوت. عندنا التدخين هو راح تمرر الدخان عن طريق الوترين الصوتيين، وراح تلصق بعض النيكوتين وذن ورق المحترق وغير ذلك، راح يلصق بالوترين الصوتيين مما يؤدي إلى التهابات. عندنا الشاي الحامض، نوم حامض،
مو نسوي شاي، هذا يعني يضر بالصوت بالمدى البعيد. وعندنا اذا بالمدى مثلا بالمدى القريب، مثلا انا اليوم عندي محاضره بالليل، اليوم ما لا اكل حمضيات ولا هاي، واتجنب هذا الامور اللي راح تهيج. بس اذا يوميا محاضره فما ادري لكم والله. عندنا اللبن الحامض، اللبن الحامض هم مو زين، يسوي شحطه، يسوي بلغم اللبن الحامض. عندنا الطماطه، راح الكل يعترض بما فيهم خادمكم. الطماطه ما نقدر نستغنى منها، يعني كل المروقات هي طماطه. الطماطه هم تسوي حموضه، بالمدى البعيد مضره بالاوتار الصوتيه. معجون طماطه اي معجون اكثر باعتبار، والمعجون الجاهز مو معجون البيت، دولات بالبيت يسوون، يعني امهاتنا يسوون معجون هذاك بس يرشون ملح فوق الطماطه ويعصروها ويصير معجون. معجون المصنع ببعض الحوامض المضافه مثل اصباغ مضافه وحوامض مضافه اكثر مضر. فيعني مثلا انا مثلا الوجبه الغذائيه عندي الاسبوعيه مثلا 6 مرات اكل مرق احمر، مو 6 اسوي 3. 3 مرات اكل مثل معجون مثل بي معجون مثل مرقه حمراء مثل الفاصوليا وذن الامور زين. يعني امور احنا راح نتحكم بها، انه اقلل وازود حسب الفائده. نجي الى الامور المفيده، الحقل المفيد. بل موطه والماء البارد وذن كلهن يسوون التهابات باللوزتين. التهابات باللوزتين ما يضر على اداء الصوت، مخارج الصوت. يعني انت التهابات عندك باللوزتين ما تقدر يطلع صوتك صحيح واداء صحيح. عندنا الامور الفائده، جدا مفيد استعمال الماء. هذا الماء يكون يمك كل 5 دقائق من التكلم كن تبلل ريقك بالماء. يعني هذا الماء نهائيا كن ما يفارقك على المنبر يمك، مكان الدرس، بقراءة القرآن، بقراءة الإنشاد، بأي مكان الماء يمك. هسه المقابل ينتقد، خلينا ينتقد، أنا أهم شيء صحتي، الماء يمي. مثل 5 دقائق بالمحاضرة رشفة خفيفة، أنا ما مشتهي ماء، بس هذا يبلل لي منطقة، يرطب منطقة الحنجرة. احنا عندنا زفير الهواء، السموم، الغازات اللي فضلات الدم من الغازات وين راح تروح؟ تطلع بالزفير، ثاني اكسيد الكربون وغير ذلك من الغازات اللي راح تطلع. هذا اصلا حار، هذا زفير الهواء هو حار. انت باستمراريه قاعد تطلع زفير هواء حار يمر عن طريق الوترين الصوتيين. زين الوترين الصوتيين هو دفاعات مضادات رطوبه، بس هذا اكو قابليه للجسم انه يفرز هذه الرطوبه بهذه المنطقه. انت باستمراريه تحكي هواء حار يسوي جفاف بالوترين الصوتيين. اذا صار جفاف بالوترين الصوتيين راح يصير خدوش على الاوتار الصوتيه. هذا الخدوش راح يصير التهابات، راح يصير بحه بصوت او شحرجه. هذه اذا ما عالجناها، يعني ما شوي هدأت، ما سكتت، ما شوي رطبت حنجرتي، راح يزداد الى ان توصل مرحله انه تطلع عندنا حبوب على الوترين الصوتيين، وهذه الحبوب تصير عندنا بحه مستمره، وما تروح هاي البحه الا بالعلاج الطبي، يعني التدخل الجراحي. هاي عموم الماء، انه انا دائما اخلي ماء يمي. ماء الدافي جدا مفيد، ماء دافي، لا تخلي شكر. اذا خليت شكر خربت السالفه، شكر خربته. هسه ماي ما ينبلع شويه اخلي شكر ما يخالف، والشكر يسوي عندي بلغم. اذا ماي حلو يصير عندي بلغم، والبلغم وين راح ينزل؟ على الوترين، راح يصير شحرجه اثناء الكلام، يصير عندي شحطه. عندنا الامور الدافئه، عفوا الماء الدافئ جدا مفيد. الملفوف اللهانه، شايفيها هاي الخضراء والحمراء، هذا العلاج الاول للاوتار الصوتيه. علاج رقم 1، تعصر هذا الملفوف او تاكل هيك شلون زلاطه، تاكل ايش قد ما تكثر من الملفوف ايش قد ما كسبت صحه للاوتار الصوتيه. ايش قد ما الله معطيك قابليه تقدر تاكل من هذا الملفوف، جدا مفيد، جدا مفيد الملفوف للاوتار الصوتيه. عندنا الفواكه، عصير هو تنعصر، هاي تنعصر وتطلع من عندها سائل، هذا جدا مفيد. ماء او هذه الالياف اللي راح ناكلها هم تفيد للقولون وتفيد الحنجره للمعده. عندنا الفواكه
فواكه ما عدا الحمضيات. قلنا حمضيات اذا ناكلها بكثره تؤدي الى ضرر. فواكه، عصير الفواكه هذا كله مفيد، بس الفواكه طبيعيه يعني عصير طبيعي والفواكه الموجوده. عندنا الخضروات، خضروات كلها مفيده باعتبار راح تعوض تعوض الفيتامين سي اللي موجود بالحمضيات اللي جنبناه وقللنا من القائمه الغذائيه اللي عندنا بالجسم، وراح نعوضها بالخضروات. بالدرجه الاولى الخضروات المفيده لونها اكثر داكن، خضروات لونها داكن واكثر مفيده هي الكروفس، جدا مفيده. عندنا العصائر الطبيعيه ذكرناها عدا الحمضيات. عندنا الحساء، ماي لحم وماي العظام، هذا كلش مفيد. يعني اليوم انا عندي تلاوه، عندي دعاء، عندي محاضره، خلي يكون عشاي ماي لحم. طبعا مو ماي لحم او نوميه حامض هالكبرها اعصرها فوقها هذا خربنا السالفه. زين، او نمبصره هي ويا النوم حامض هم اعصرها فوقها. زين، ما سوينا شيء. عندنا الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والفلفل الاصفر، هذا الفلفل البارد، هذا الفلفل مفيد. احنا عندنا الفلفل الصغار الحار ضار، هذا بالعكس هذا مفيد، بس اللي عنده مشكله بالمعده هم يصير عنده جالي مثلي اني، يصير عندي جالي ذاك الفلفل. عندنا الزهورات، زهورات علاج، بدل لا اشرب شاي اسوي زهورات، بابونك، الورد ماوي، او هو ذول العشابين قل له اريد خلطه الزهورات، هم عندهم زهورات. قل له انا مثلا قارئ خطيب رادود، هاي قل له اريد للحنجره، هو مسوي خلطه كامله مجموعه زهورات، هذه اشربها ودافيه مو حاره، انا بدي عندي تقرحات من الحراره. عندك اللبان، الكلمان اللي ذكرناه بالمحاضره اللي قبلها، انه قلنا العلج المصنع مضر بالسكرين وباصباغ وبعطور. العلك الحلو، العلك الطبيعي، علك ماي، هذا جدا مفيد. ايش قد ما تقدر تاكل علك مفيد للحنجره، مفيد ان شاء الله بالمحاضره القادمه ناخذ تمارين صوتيه اللي هو موضوعنا، هذا مو موضوعنا، هاي مقدمه. تمارين الصوت تبدا من رياضه الفك. اكو تمرين هوائي، يعني انت مثلا بالسياره ماكو احد يمك وما عندي علج، شنو اسوي؟ تمرين هوائي، ناخذ مال الموضوع الجاي ناخذ هسه. الك وهمي، هذه حركه الفك راح تساعدك على اداء صحيح، وراح تهيئ عضلات الحنجره الى انه تتحمل، راح تقرا ازيد. عندنا الامور المضر بس بالشرط، اي الامور المضر بس بالشرط. انا ما خليت هواي حقول مضر، على مود لا نوقع ببعض الامور. عندنا الشاي ما يسوي مشكله، بس الكثره من الشاي، ماده الكافيين الموجود في الشاي مضره للاوتار. فمثلا استكان الصبح، استكان العصر، استكان الليل مو ضر، بس اكو مدمنين على الشاي. هذا الادمان على الشاي يؤدي الى بحه الصوت المستمره. عصير الليمون الدافئ المحلى، السعال والعطاس بصوت. واحد تجي عطسه، تجي قحه، بس شو يسويها؟ يسويها ام القحه او يعطس عطشان زين. هاي راح هسه اشرح لكم اياها عمليا شنو قاعد يصير. العطسه، العطاس، حبس الهواء من منطقه الوترين، يصير غلق بالحنجره، غلق تام، وحبس الهواء داخل الحويصلات الهوائيه. اثناء العطسه، اثناء خروج الهواء، يطلع الهواء بسرعه 100 كيلومتر بالساعه. سرعه الهواء دفعه واحده 100 كيلومتر بالساعه سرعه الهواء. ايش راح يصير بالاوتار الصوتيه؟ ايش راح يصير بالحنجره؟ تنفتح. بالعطسه اول شيء كانت مسدوده، فجاه فتحت، طلع الهواء دفعه واحده اثناء العطسه. طبعا راح تطلع هذه الدفعه الهوائيه. تسويت، مو انفتح الوترين الصوتيين وطلع الهواء من اجيبا صوت وياه، او القحه من نفس الترتيب. القحه اقل سرعه الهواء، هم سريعه بس مو مثل عطاس. فمن اني قاعد اقح شو اسوي؟ افتح واسد، افتح واسد،
اثناء هذا الفتح والسد اريد اطلع صوت، الصوت شلون ينخلق؟ بتقارب الوترين يلا يطلع الصوت، لا يلا ينخلق الصوت بتقارب الوترين، يلا ينخلق صوت. اني اثناء خروج الهواء بسرعه 100 كيلومتر بالساعه واقول للوترين انغلقن وطلع لي صوت، ايش راح يصير بالاوتار؟ راح يعني جدا مضره على الوترين الصوتيين، باعتبار دفعه هوائيه سريعه وساخنه ومسافه خروج الهواء تكون ضيقه، فمما يؤدي الى تشقق هذه الوترين الصوتيين، يصير عندي التهابات ويصير عندي بحه وحتى دورات، يصير قطع بالوتر الصوتي. اذا صار قطع بعد صوت الاوتار تتلف. اكو شغله جدا غلط احنا نسويها، يصير عندي بلغم فش اسوي؟ ما اسوي يعني لان ممنوع لي اسوي. هذه النحنحه الحنحنه جدا غلط. شنو اللي اسوي؟ شنو اللي اسوي؟ زين هذا بلغم هنا اريد احكي وما نعني من التكلم، شنو اللي اسوي؟ قحه هوائيه. احنا مو قلنا الهواء يطلع بالقحه تنفتح الاوتار؟ فخل اطلع هذا البلغم اللي على الوترين الصوتيين اللي قاعد يضايقني، اخليه هوائي واخرجه عن طريق القحه الهوائيه. يعني صار عندي قحه، شو اسوي؟ يطلع اوتوماتيكيا يطلع. بس اذا شنو قاعد يصير هسه؟ قاعد احف الوترين حف، قاعد اقاربهن كلش وقاعد افتحن واسدهن بكل سرعه. هاي شنو؟ هاي الحاجه سواها. زين هاي قاعد افتح واسد الوترين بسرعه. هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خيره خلقه محمد واله الطاهرين.